تخيل معايا، تخيل تكون قاعد وسط أهلك بس حاسس إنك لوحدك، شايف حبهم لحد غيرك وكأنك مش موجود. إحساس بيكسر القلب وإنت لسه صغير ولسه مش فاهم ليه. موضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة حساس جدا، وهو التمييز بين الأولاد. لما الأب أو الأم عن قصد أو من غير قصد يفضلوا حد على التاني، تلاقي الطفل اللي واخد كل الاهتمام عايش في دفى الحب، والتاني عايش يسأل نفسه كل يوم أنا ليه مش كفاية. كلمة بسيطة زي شوف أخوك عامل إيه وإنت لأ، ولا نظرة إعجاب بأخوه عنه، ممكن توجع قلب الطفل طول عمره، تسيب علامة مش بتمحيها السنين. ساعات بيكون التمييز واضح، وساعات بيكون في حاجات صغيرة زي حضن أطول أو ابتسامة أوسع أو فخر زايد بحد من غير الباقيين. النتيجة طفل بيكره نفسه، اخوات بيغيروا من بعض، وبيوت تتملى بالمقارنات بدل ما تتملي بالحب. الطفل اللي اتحرم من الإحساس إنه محبوب زي غيره بيكبر وهو شايل حمل تقيل جدا، حمل اسمه أنا مش كفاية، وبيفضل طول عمره يدور على الحب اللي حس إنه متعلمهوش وهو صغير، وفي الآخر الأسرة كلها بتخسر. نصيحتي ليك، لو بتحب ولادك قول لهم، احضنهم، شجعهم كلهم، وزع حبك بالتساوي. ما تخليش حد منهم يسأل نفسه هو أنا أقل ليه، لأن الطفل اللي بيحس إنه محبوب بيطلع للدنيا شخص سوي، وبيحب نفسه وبيحب اللي حواليه. حب ولادكم زي ما هم، مش زي ما انتوا عايزينهم يكونوا.